من هو الإمام السجاد عليه السلام؟ اسمه علي ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام، يلقب بسيد الساجدين وزين العابدين، يكنى بأبو محمد. والده مثل ما قلنا الإمام الحسين، ووالدته اسمها شهربانو اللي هي زوجة الإمام الحسين عليه السلام. ولادة الإمام السجاد عليه السلام كانت في 5 شعبان من سنة 38 للهجرة، وولادته كانت في المدينة المنورة. مدة حياة الإمام السجاد 57 عام، لكن في واقعة الطف كان عمره 23 عام، وتعرفون أنه كان مريض وما قاتل. مدة إمامة الإمام السجاد عليه السلام 34 أو 35 عام. النقش اللي مكتوب على محبس الإمام السجاد عليه السلام صراحة عجبني: لكل غم حسبي الله. زوجات الإمام السجاد عليه السلام 2، الأولى هي فاطمة أم عبد الله بنت الإمام الحسن، والثانية تختلف الروايات عن منو هي، اللي يقال أنه اسمها أم ولد، وأنه هي تكون زوجة الإمام علي الأكبر اللي استشهد في واقعة الطف. بعد ما استشهد يقال بأنه الإمام الحسن الإمام علي السجاد العفو تزوجها من بعد استشهاد أخيه. الإمام السجاد عنده هواي أبناء، من عندهم هو الإمام الباقر عليه السلام، وأخوه عبد الله الباهر ربما ما حد يعرفه، والحسن وحسين الأكبر، وعبيد الله وزيد وعمر وحسين الأصغر وعبد الرحمن وسليمان وعلي وخديجة ومحمد الأصغر وزينب. فهذا جزء من أسماء أبناء الإمام السجاد عليه السلام. استشهاد الإمام السجاد كان في يوم 25 من شهر محرم الحرام من سنة 95 للهجرة. سبب شهادة الإمام السجاد عليه السلام هو دس السم إليه من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم لعنة الله عليه. ومكان دفن الإمام السجاد حاليا هو البقيع. هذا كان جزء من معلومات الإمام علي السجاد ابن الإمام الحسين عليه السلام. شكرا لمتابعتكم. إذا تحبون تكملون هاي السلسلة اشتركوا بالقناة وتابعونا، لأن السلسلة صراحة جدا مفيدة وراح تستفادون من عدها، وشاركوا المقطع حتى الآخرين كذلك يستفادون. شكرا للمتابعة. أنا محمد العبودي، في أمان الله.